بيقول لك كل واحد بياخد رزقه. طيب لو كده ليه في ناس نايمة جعانة، وليه في حد بيحب ومش محبوب، وليه حد بيشتغل 12 ساعة وبيقبض أقل من واحد نايم في بيته؟ هو فعلا كل واحد بياخد نصيبه ولا في حاجة غلط؟ أول ما تسمع كل واحد بياخد نصيبه بتحس إنها جملة بريئة لطيفة متفائلة، بس الحقيقة هي من أكتر الجمل اللي بتتقال علشان نسكت بيها بعض مش نواسيهم. ليه؟ لإنها ببساطة جملة مريحة جدًا أكتر مما هي حقيقية. تعالَ نفككها شوية، هل الرزق موزّع بالتساوي؟ أكيد لأ، ربنا نفسه قال: "الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر." يعني في تفاوت مقصود، ومقصود لحكمة، بس المشكلة مش في التفاوت، المشكلة في تفسيرنا ليه. الناس فاكرة إن الرزق فلوس، وإن النصيب جواز، وإن النجاح شهرة، وإن الحب حد يبادلك نفس الشعور، لكن الحقيقة الرزق أوسع من كده بكتير. يعني إيه يا عم حسن، أنت تقصد إيه؟ يعني ممكن ربنا يرزقك براحة بال ويسيبك من الجواز اللي كان هيكسرك، يرزقك بصديق ينقذك من اكتئاب، ويمنع عنك وظيفة كانت هتغيرك للأسوأ. هل إحنا فعلا بنرضى بالنصيب ولا بنستخدم الجملة دي كتهدئة مؤقتة؟ في واحدة بتحب واحد سنين ولسه بتقول يمكن مش نصيب، بس هل هو لو مش من نصيبِك والّا أنتِ اللي متمسكة بحاجة رافضاها الحياة؟ في واحد بيدعي على فلان علشان خد منه فرصة، بس هل كانت فرصته والّا هو فاكر إن الرزق سرق منه بالغلط؟ طيب الحل نعمل إيه يا عم حسن؟ إنك تبدأ تفهم إن نصيبك مش دايمًا اللي أنت عايزه، بس هو اللي ينفع، وإنك تدرك إن في رزق اتمنع عنك رحمة مش ظلم. بس خُد بالك الكلام ده مش دعوة للاستسلام، ولا إنك تقول أنا مالي ربنا كاتب كده وأنت قاعد على الكنبة، لإن الآية بتقول: "وإن ليس للإنسان إلا ما سعى." يعني السعي جزء من النصيب وأنت شريك في المعادلة، والنهاية مش دايمًا اللي راحت منك كانت ليك، ومش دايمًا اللي جالك هو الأفضل، بس دايمًا في حكمة ودايمًا ربك مش بيغلط. اكتب لي في الكومنت إيه الحاجة اللي كنت فاكرها إنها نصيبك وبعدين طلعت نعمة إنها ما حصلتش. مستني الكومنت الرايق. سلام وأشوفكم في اللحظة الجاية.